تخيل معايا عندك آلاف الأرقام، ملفات، تقارير، جداول، كل يوم بتزيد. بس رغم كل البيانات دي مفيش حد فاهم الحقيقة، وفي وسط الفوضى دي بيظهر بطل جديد، شخص هادي بيحب التفاصيل، قادر يشوف اللي محدش شايفه. الشخص ده هو محلل البيانات. محلل البيانات مش مجرد حد بيشتغل على إكسل، لأ، هو اللي بيحول الأرقام لقصة، وفجأة كل رقم ليه معنى، كل مخفي بيبان. في شركة من الشركات المبيعات كانت بتقل، المدير شايفها مشكلة في المنتج، فريق التسويق شايف إنها من الإعلانات. لكن الحقيقة إن محدش كان فاهم حاجة، محدش كان عارف المشكلة فين. هل هي فعلا من المنتج ولا من الإعلانات ولا منين بالظبط؟ هنا بقى محلل البيانات جمع المعلومات من كل مكان، بدأ ينظفها ويرتبها ويحللها، وفجأة ظهرت الحقيقة. المشكلة مش في المبيعات، لأ، المشكلة إن العملاء بيشتروا مرة واحدة وما بيرجعوش تاني. بمجرد ما كشف السبب الحقيقي خلاص كده اتغيرت الخطة. ليه؟ لأن التسويق ابتدى يفهم فين المشكلة، وابتدى إنه يظبط خطته. خدمة العملاء اتعدلت، وكمان الشركة بدأت تكسب أكتر من أي وقت تاني. طيب يعني إيه محلل بيانات؟ ببساطة هو الشخص اللي بيحول الفوضى لفهم، وبيحول الفهم لقرارات، وبالقرارات دي الشركات بتنجح. ولو حابب تتعلم تحليل البيانات وتدخل عالم جديد مليان فرص، فأنت في المكان الصح. تابعني وخليني أكون دليلك في الرحلة دي، وما تنساش كل رقم وراه قصة، وأنا هنا عشان أحكيها لك.